أبي أوجه له 4 نصائح. النصيحة الأولى: إخواننا وأحبابنا في تونس، لا توقفون، ترى أنتم في بداية الطريق. إذا ظنيتوا الآن بخروج الرئيس انتهى كل شيء وكل واحد يجلس في بيته يحط راسه وينام، ما قطفتوا الثمرة. الثمرة تبي لها صبر والطريق طويل. أنتم الآن في مرحلة قد تتبعها مرحلة ثانية وثالثة ورابعة. عليكم بالعمل والبذل حتى تقطفوا الثمرة بإذن الله عز وجل. أما أن نوقف بنص الطريق، ترى راح يقطف الثمرة ربما مستبد آخر، وربما طاغية آخر، وربما يخرج بعد هذا يأتينا من هو أشر منه. إذا أكملوا الطريق، هذه النصيحة الأولى. 2: لا تغتروا بأصوات اليوم راح تظهر من أوروبا بتوقف وياكم وسوف ينصرونكم، يفتحون لكم الأبواب. طيب وكنتوا عشرات السنين موقفين معاهم ودايسين الدوس، الحين يطلع شخص في الغرب وفي أوروبا وأمريكا ويحيي الشعب التونسي على قوته الحين تحيينا. كنا ننداس عشرات السنين، ما قلت شيء عنه ولا وقفت معنا. فإياكم والاغترار بأوروبا. أوروبا احترق لها كرت، ستضع لها كرت آخر. النصيحة الثالثة: المعارضة توجهاتها مختلفة، أفكارها مختلفة، منهم الإسلاميون، منهم الليبراليون، منهم الوطنيون، منهم اليساريون، منهم تبقون شعب تونسي مختلف الانتماءات، مختلف الأطياف. نصيحة: ألا تختلفوا، لأنكم لو اختلفتم الآن وصارت عند كل فئة أنانية سياسية وأراد كل واحد منكم أن يستبد بالحكم على غيره، صار ما في فرق بينكم وبين الأول، ما سوينا شيء، بل ربما تتطاحنون ويرجع الأول مرة أخرى، أو ربما تدخل الأمم المتحدة فتقطف الثمار منكم. النصيحة الرابعة قبل الاتصال الأخير، ولا نخلي النصيحة الرابعة؟ لا أقولها، يقول للمعد عشان يمكن هذه تسجل. لا تسمحوا للفوضى. بلادكم الآن تمر في مفترق طرق، مرحلة عصيبة. في بعض المناطق اليوم لا شرطة ولا جيش، نعرف هذا، واتصالات اللي تجينا من تونس نعرفها. وبعض الإخوان الآن ما يأمن على أهله بالليل، تجارات تسرق، مجمعات تحرق، تسلب سيارات. كونوا أمة واحدة، شعب واحد، حافظوا على الأمن. لا تجعلوا بعض أنصار الحزب الهارب والمنحل يثيروا الفوضى في البلد، وبعدين شو تقولون لو كنا على ما كنا عليه أحسن لنا. ويأتي بعض الناس يقول لو كنتوا على زين العابدين أفضل لكم من هذه